حضرتك دلوقتي انا كنت متجوزه قبل كده. تمام. ف يعني انا اتطلقت، ما حصلش نصيب، ومعايا 3 اولاد، فانا باباهم اخدهم مني. تمام. فمعايا، انا عندي 30 سنه، معايا ابني الكبير عنده 14 سنه. ما شاء الله. ده يعني انت اتجوزتي 16 سنه وانا صغننه. دي انت صغننه قوي، صغننه جدا. نعم. كنت متجوزه صغننه. تمام. فيعني هو خلاص، هو النصيب، كان بكلمهم الحمد لله، هم بيكلموني وكده، ومفيش كراهيه ما بينهم، بس انا كل ما بكلمهم بقول لهم سامحوني. يعني هو خد عيالك منك؟ نعم. ولا عيالك معاكي؟ لا، اخدهم. فانا جيت اتجوزت تاني، انا دلوقتي ماشيه في 2 متجوزه. تمام. فانا ربنا كرمني ببنوته اسمها خليتها بقالي 6 شهور. بص يا دكتوره مروه، انا عايشه في عذاب السنتين دول، انا ربنا واحد اللي يعلم انا عايشه ازاي. انا معايا واحد مش منقصني حاجه في بيتي. امال العذاب فين؟ احسن اكل باكله، احسن شرب، بس ما فيش لبس ما بيخلينيش البس. مع احترامي لحضرتك، نفسي في تليفون، يعني نفسي امسك تليفون زي الناس. يعني هو منعك من التليفون؟ لا، هو انتي مش هتمسكي تليفون تاتش. طب انت شاكك فيا؟ لا، انا مش شاكك فيكي. تمام. فانا ما رضيتش حضرتك احط العقده في المنشار، قلت لو دوت هيبقى سبب في مشكله فبلاها. تمام. لان حضرتك دلوقتي يعني لو انا اتجوزت ورجعت اتطلقت يعني تاني، الناس هتتكلم عليا، محدش هيستحملني. وبغض النظر عن الناس، مش دي المشكله اللي نخرب عليها بيت. مش هي دي المشكله. فانا بقول ماشي، بس يا دكتوره مروه، الخيانه فوق ما حضرتك تتصوري. وانا يعني انا مش عارفه اقول لحضرتك ايه. انا خيانه بطريقه مش قادره اقول لحضرتك. يعني بيخونك ازاي؟ بتكتشفي ده ازاي؟ بكتشف كل دوت على تليفونه كذا مره، وكذا مره اسيب البيت وامشي واقول له انا مش عايزاك. فانا امبارح يا دكتوره مروه كنت بكلم اختي من عنده. تمام. فهو انا مع احترامي لحضرتك دخل الحمام. فطبعا هو التليفون بتاعه اللي هو بصمه صوبع. تمام. فانا مسكت التليفون كده، يا دكتوره مروه، من كتر الشك خلاني بقيت نايمه وقايمه بيه. يعني انا نايمه، انا كل يوم بحط راسي على المخده واقول يا ترى بيخوني كم مره، يا ترى كلم كم واحده عليا. تمام. وانا والله العظيم انتوا بقالكوا سنتين بس؟ انا مفيش حاجه وحشه والله العظيم يا دكتوره مروه. انا جسمي تخين شويه، بس انا مش في مقدرتي ان انا اجيب انا نفسي اخس. يعني انا عشان انا تعبانه ورجلي تعبانه وكده وعندي مراتيزم، بس انا والله العظيم هو ظروفي الماديه حلوه. يعني بس ايوه، بس انت بتقولي ايه اللي شفتيه يعني خلاكي تقولي بيخوني وبيكلم؟ هقول لحضرتك، لقيته بيكلم واحده. تمام. بيقول لها انت وحشتيني قوي قوي قوي، انا نفسي اشوفك. ردت هي، رحت جايه سامعه الريكورد بتاعها عشان هو مش بيعرف يقرا. لقيته هي بتقول له ايه يخرب، لقيته هي بتقول له انت لسانك بينقط عسل وسكر، ده انت الدايه سحبك من كل حته. الدايه ايه؟ ده انت الدايه ايه؟ الدايه سحبك من لسانك ومن كل حته. قال لها انا ممكن اقول لك سحباني من حته حته. تمام. فانا ثابت عليا نفسي. طبعا انا ما سكتش. فانا اتعصبت وهو واقف بيستحمى، طلع لي يجري فيه، قلت له مفيش حاجه فيه، قلت له في ان حصل 1 2 3. الكلام اللي انا قلته لحضرتك انا قلته له. راح قال لي والله العظيم عليا الطلاق، انا ما اعرفش حد الحاجات دي كانت على التليفون القديم. الحاجات دي كانت على التليفون القديم. فانا لما بعت التليفون وجبت التليفون تاني كل ده رجع لي. طبعا حضرتك انا ما بعرفش اقرا ولا اكتب، بس انا مش عبيطه. فانت ما اقتنعتيش؟ لا طبعا مش مقتنعه. لكن انت ما شفتيش تواريخ للحاجات دي امتى؟ وما شفتيش اي تواريخ؟ ما انا هقول لحضرتك، انا كل اللي كان شافني لا خليكي في نفس مكانك عشان الشبكه بتقطع دلوقتي. بقول لحضرتك سامعيني؟ سامعاكي كويس، اتفضلي. بقول لحضرتك انا كل اللي هاممني اللي انا اسمع الريكوردات، مش اللي انا اشوف التاريخ. لان انا ما بعرفش اعرف في التاريخ عادي، يعني بعرف التاريخ وكده. المهم حضرتك انا فضلت عايز صاحبت عليا نفسي جامد. اتصل باختي، رحت جايه ماسكه المصحف وحلفت له عليه، قلت له انا اتقفلت منك وخليك عارف انا عايشه معاك، انا مش عايزاك. انت بتنزل وبتيجي تلاقيني قافله الباب عليا ونايمه. دي كانت اول مره تكتشفي امر زي ده؟ لا 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 لا، مش اول مره. لا لا لا، حاجات ياما قوي يا دكتوره مروه، حاجات ياما جدا.
بصي انا ممكن افكر حضرتك. فاكره قبل كده في واحده كلمتك لما قالت لك ان هو بيخوني مع واحد، لو حضرتك تفتكري لما فضلت اعيط. والكلام ده طلع حقيقي؟ ايوه طبعا انا اتصلت بحضرتك على الرقم بتاع حضرتك. ما انا فاهم، اصل انا عندي مشاكل كتير. هقول لحضرتك. طيب انا بعت الاستاذه حنان اللي هي مع حضرتك. يا اصل انت هنا الكلام جوزك بيعرف يعني مش عارفه اقولها يعني، غير الستات بيعرف كمان. ايوه. وانا اكيد قلت لك اتطلقي اكيد. وحضرتك انا قلت لك على الظروف الماديه، انت قلتي لي ابعتي لي القسيمه وابعتي لي اوراقك. تمام. فانا بعت كل دوت للاستاذه حنان قبل اخو حضرتك ما يتوفى. لما هو كان محبوس في المستشفى. تمام. تمام. فانا دكتوره مروه انا مسكت المصحف وحلفت عليه. فانا دلوقتي من اللي انا فيه فطبعا اختي كلمته. انا كلمت اختي الصغيره قلت لها انت ترضيها، انت تقبلها على نفسك. لا بس انت قلتي انت انت اتاكدتي من ده، اتاكدتي من الامر ده. انا بقول لحضرتك انا ابصم انا شفت بعيني حاجات انا مش عارفه اقول لحضرتك يعني. انا مش عارفه. طيب قولي لي انت دلوقتي مستنيه ايه؟ انت مستنيه ايه؟ انا بصي انا طالبه طلب. اتفضلي. تمام. مش عايزه فلوس ولا عايزه مجان، مش عايزه حاجه. انا عايزه عماره اشتغل فيها واوضه اقعد بيها بيتي. انا مش عايزه يعني انت واصله القرار انك عايزه تتطلقي، مفيش فيها كلام. ما انا هقول لحضرتك بس معلش انا اسفه حضرتك. طبعا هو حضرتك لما جه بالليل الفجر راح جاي بايس ايدي وبس على دماغي قال لي والقران اللي شغال ده انا ما بخونك، دي حاجات قديمه. وفضل يدعي على نفسه دعاء وحش قوي 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 مش قادره انا اقوله. يا استاذتي الفاضله كلمتي واضحه وصريحه وسؤالي واضح. سيبك بقى من موضوع انه بيخونك مع الستات. في الامر الثاني وانت متاكده منه؟ لا يا دكتور عشان دي مش اول مره. في الامر الثاني انه بيعرف انه بيعمل كده مع رجال وانت متاكده من الامر ده؟ متاكده طبعا. خلاص قولا واحدا لازم تتطلقي. هناخد رقمك في الكنترول وانا تقريبا افتكرت مشكلتك. وعلى فكره احنا عملنا لك حل في مشكله، يعني احنا كان في ناس عايزه تساعد تقريبا واحنا وصلناكي بيهم. بصي حضرتك انا ما بعرفش اقرا ولا اكتب، فانا ما بعرفش التليفون على قد كده. طيب تمام. وانا طالبه من حضرتك طلب معلش انا اسفه لحضرتك. اتفضلي. انا دلوقتي انا عايزه اخس. انا نفسي في علاج التخسيس. الله يبارك لك فيك. بصي احنا نخلص لك نقطه بس. انت بتقولي كارثه فنخلص لك نقطه. لازم الاول تشوفي انت هتعملي ايه. ما ينفعش تعيشي مع بني ادم بالطريقه دي بعد اللي انت بتقوليه ده. انت بتقولي كارثه، بتقولي لي معاكي راجل ما بيعرفش بس ستات وبيعرف كمان رجاله. ما بقتش هي دي القضيه انك تخسي ولا لا. عايزاكي بس تفوقي وتبقي واثقه اللي انت بتقوليه حقيقي ولا مش حقيقي. في بنت وفي طفله وفي 3 عيال انت سايباهم قبل كده. فلو الكلام اللي انت بتقوليه حقيقي لازم يبقى ليكي موقف. وانا بقول وباكد انا واثقه ومتاكده واستاذه حنان ان ربنا يكرمها يا رب موجوده. وانا متاكده ان في ناس كانت عايزه تساعد، بس احنا كنا محتاجين اوراقك عشان نعرف الكلام اللي انت بتقوليه حقيقي ولا لا. وكنا محتاجين عنوانك وكنا محتاجين تفاصيل كتير عشان نقدر نساعد. اللي انت بتقوليه خطير ولازم تاخدي موقف فيه بغض النظر بقى تخسي تتخني. مش دي القضيه. ركزي وفوقي واعرفي انك بتقولي كارثه اكبر من الخسسان والتخن بكتير.